انا مؤمن الوزير ودي زوبه، ويلا بينا نعرف حكايتها. العربيه دي واحده من العربيات اللي تقريبا كده كانت شقيانه مع الشعب المصري بطريقه رهيبه. كل بيت في مصر ليه قصه وحكايه مع العربيه دي، وبرضه اغلبهم مسمينها زوبه، مش عارف ايه الفكره. وصعب جدا انك تلاقي حد ما اتعلمش على العربيه زي دي، زي حالاتي كده برضه عن نفسي ما اتعلمتش ماني ولا عليها. انا مؤمن الوزير ودي فيات 128 او بمعنى ادق نصر 128. العربيه اللي معايا دي موديل 99، والنهارده اعرفكم على كل حاجه في العربيه دي من الاكسدام للاكسدام، وخلونا كده ناخد نظره سريعه عنها. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. ولو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. العربيه دي بدات قصه كفاحها بالظبط من سنه 1969 لحد سنه 1985، ولكن كانت تحت اسم فيات. من بعد سنه 85 لحد تقريبا سنه 2008 2009 ظهرت تاني باسم نصر. كانت بتتجمع هنا في مصر او تتصنع هنا في مصر شركه النصر للسيارات الموجوده في حلوان. والجدير بالذكر ان الشكل الاول من العربيه دي اللي هو في سنه 1970 بالظبط اخذت جائزه ذا كار اوف ذا يير في اوروبا. كانت العربيه دي وقتها يعني الناس كلها شايفه ان شكلها كان عصري جدا وقتها، وفعلا هي عربيه كان وقتها شكلها مميز وجديد. وعلى فكره العربيه دي برضو من ضمن اوائل العربيات اللي بدانا فيها فكره ان تبقى عربيات دفع امامي او جر امامي، لان وقتها كانت العربيات كلها شغاله بدفع خلفي. العربيه دي وغيرها من العربيات القليله في نفس الحقبه الزمنيه بتاعتها بداوا بمشوار الدفع الامامي او الجر الامامي. وبرضو كانت فكره ان الموتور بتاع العربيه يبقى بالعرض ما يبقاش بالطول، ده طبعا لان كانت العربيه دفع قلنا زي ما العربيه جر امامي، دي كان برضو حاجه جديده وقتها. ونقطه كمان برضو وهي ان العربيه دي بدات مشوار ان الكامات عمود الكامات بدل ما بيبقى تحت في المواتير القديمه كان بيبقى تحت، لا العربيه دي مع عمود الكامات موجود فوق في وش السلندر في الطبيعي بقى اللي هو احنا متعودين عليه دلوقتي. يعني العربيه دي نقدر نقول هي النواه اللي بدا من عليها بقى بدا باقي العربيات اللي احنا شايفينها في الفتره الحاليه دلوقتي. نيجي بقى للشكل الخارجي للعربيه واللي بيغلب عليها طابع البساطه البحته. العربيه اولا زي ما قلنا هي خدت جائزه يعني افضل سياره في سنه 1970 او ذا كار اوف ذا يير في اوروبا عشان شكلها، وهي فعلا شكلها وقتها كان مميز وعصري. العربيه عامه شكلها بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص. وعلى فكره العربيه دي بتصنف سيدان، يعني لا كومباكت سيدان بقى لو على التصنيفات الجديده كومباكت سيدان. كمان العربيه دي كان بينزل منها زي ما قلنا بينزل منها باربع ابواب سيدان، بينزل منها كوبيه، وكمان بينزل منها ستيشن واجن. العربيه اغلب شكلها هو يعتبر مربع او مستطيل شويه، يعني احنا لو بصينا عليها العربيه في المجمل كده شكلها ايه زي مستطيل شويه، ويعني ولكن ايه يعني شكلها لذيذ. يعني برضه لحد دلوقتي العربيه شكلها ايه محبوب عامه. نيجي بقى للتصميم الواجهه الاماميه للعربيه دي، وبرضه بسيط جدا جدا ما فيهوش اي لعب او اي ايه حبشتكنات كده، يعني التصميم بسيط. الفوانيس دي مميزه جدا. في الشكل اللي قبل ده كانت الشبكه مختلفه والفوانيس مختلفه، كانت الفوانيس مدوره لو تفتكروا، ولكن في الجيل الثاني من العربيه اللي هو الجيل اللي معانا ده فنزلت فيه فوانيس مختلفه. والاكسدامات برضو بتاعت العربيه دي وفيها كساحه تحت، ده كده شغل جديد يعني اللي هو ايه كانت نازله مع العربيه النوفا اللي هي النصر يعني. فهي النوفا دي اللي كانت نازله بتصميم مختلف شويه عن الفيات 128. الفيات 128 كانت مختلفه في الواجهه الاماميه، ما كانش فيها كساحه، والاكسدام ده كان شكله متغير كمان. وزي ما قلنا برضو لو بصينا على الجنب بتاعها من هنا فهنلاقي ما فيش عندنا اي حاجه غير هو خط جايب من اول الرفرف لاخر الرفرف برضه، يعني من الرفرف الامامي للرفرف الخلفي. العربيه تصميمها بسيط جدا 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 ما فيهوش اي حاجه يعني مزعجه او اي حاجه من الكلام ده. كمان الباكيتات دي برضه شغل جديد كده لسه راكب، يعني ايه روشنه كده شغل جديد. نيجي بقى للتصميم الخلفي للعربيه او لظهر العربيه. ظهر العربيه برضه بسيط جدا متناسق مع شكل العربيه في العموم. العربيه ما فيهاش اي حاجه من هنا غير هو يعني ايه مش هنقول رير وينج بقى ولا سبويلر، المهم يعني هو ايه نحط ان هو منظر وخلاص تمام. عندنا فوانيس برضو مميزه جدا، الشكل المربع ده مشهوره جدا. ونيجي برضو للاكسدامات بتاعت العربيه دي لانها من النصر كان شكلها مختلف تماما عن او في الاكسدامات يعني مختلفه عن الفيات، فالاكسدامات دي برضو هتلاحظوا انها مختلفه شويه عن الفيات 128. بالنسبه برضو لشنطه العربيه فساعتها محترمه جدا. العربيه انت ممكن تديها لك عشان العربيه من بره يبان انها صغيره، ولكن العربيه دي شنطتها كبيره يعني مش كبيره قوي بس ان شنطتها ايه مناسبه لحجم العربيه. وكمان الصالون بتاع العربيه او الانتيريور بتاعت العربيه بيتهيألك برضو ان من بره العربيه صغيره، ولكن هي من جوه الصالون مرتاح شويه، يعني انت مش بالضيق اللي انت ممكن تتخيله. الشنطه زي ما انتم شايفين هي ما شاء الله شايله غطا وفردتين كاوتش وليله جوه.
نيجي بقى الانتيريور بتاعت العربيه او ايه الصالون الداخلي للعربيه. العربيه عامه مش يعني ما تفتكروش انها ايه ضيقه من جوه، يعني العربيه عامه انت قاعد، يعني انا نفسي قاعد كويس، قاعد مرتاح وشايف العربيه كلها والدنيا كلها 100 100. العربيه بسيطه من جوه ومش هي يعني زي ما بقولنا العربيه باين ممكن انها تبان انها صغيره من بره، ولكن من جوه العربيه برده مرتاحه، يعني حجمها ايه العربيه مش هتحس انها ضيقه قوي من جوه، لا عادي يعني هتعرف تقعد مرتاح جدا يعني. العربيه طبعا اوكر، مش محتاج اقول لك ان هي اوكر في الازاز تمام. العربيه دي على فكره لعلمكم كان بينزل منها في موديلات عاليه، كان بينزل منها طاره باور ستيرنج، وكمان كان بينزل فيها تكييف، يعني في فئات النصر في اخر موديلاتها كان بينزل منها تكييف. العربيه دي كان فيها مروحه بس هي على غنايه عامه. بالنسبه بقى على فكره مساحات الركوب الخلفيه، فانا عن نفسي قاعد كده، شايفين انتوا الكرسي اصلا اللي قدام راجع ازاي، وانا قاعد مرتاح جدا، يعني مش عايز اصدمكم. يعني العربيه دي والله انا ارتحت فيها في الكنبه الخلفيه، والله ارتحت فيها. انا عربيات حديثه ولكن مش هقول اسمها ايه عشان ايه ممكن الناس تفتكر ان انا يعني كده بطبل لماركه ثانيه ولا حاجه، ولكن في العموم انا عن نفسي قاعد مرتاح. نيجي بقى للاداء بتاع العربيه دي، والحقيقه ان العربيه دي ادائها هادي وسلس جدا جدا. العربيه دي كانت بتيجي بموتورين، الموتور الاول لما كانت العربيه دي بتنزل تحت اسم فيها كانت بتيجي بموتور 1100 سي سي، وده كان متوصل بفتيس 4 نقلات، ولكن كان بيطلع 55 حصان. اما بقى في العربيه النص زي اللي معانا دي كانت بتيجي بموتور 1300 سي سي وفتيس 5 نقلات. الموتور ده كان بيطلع 68 حصان، منهم 3 اصلا في الانعاش ومنهم 5 عندهم سوق تغذيه. بالنسبه بقى لنظام التعليق في العربيه دي فهي برده كانت بتنزل بنقطتين او حاجتين مختلفين. في الفيات 128 كانت بتنزل قدام برده بعفشه ماكفيرسون، والعفشه اللي ورا كانت بتبقى يايات او ورق اللي هي الورق. بالنسبه للنصر اللي معايا دي بتيجي بعفشه اماميه ماكفيرسون، والعفشه الخلفيه عفشه تورشن بيم بدائيه برده، يعني اللي هي ايه كانت لسه بنقول يا هادي في انظمه التعليق اللي هي تبقى كويسه. العربيه دي في العموم ادائها على الطريق ناعم وهادي، يعني العربيه زي ما احنا قلنا ما فيهاش دوشه كتير، هي عربيه تعتبر يعني ايه بيزكس العربيات او بنقول يا هادي في اساساتها عربيات. كانت عربيه جميله جدا وقتها، وايه يعني لسه لحد دلوقتي اصلا العربيه دي مطلوبه ومنتشره في مصر. نيجي بقى لمميزات وعيوب العربيه دي، والحقيقه ان مميزات العربيه دي ان وزنها خفيف شويه حوالي 850 كيلو جرام. انت هتقولي طيب ازاي وزن عربيه خفيف ودي ميزه؟ لان اصلا موتور العربيه دي قلنا 1300 سي سي بيطلع 68 حصان، اللي هو يا دوب اصلا بيحرك العربيه، فاحنا مش هنحتاج اننا ايه يعني نحتاج عربيه تقيله او مثلا محتاجين موتور اكبر عشان نحرك العربيه. النقطه الثانيه بقى في مميزات العربيه دي ان العربيه عشان زي ما قلنا وزنها خفيف ادائها سلس، العربيه ما بتستهلكش بنزين خالص، لان موتور العربيه صغير برده ما بيستهلكش بنزين، حتى لو هو كربراتير يعني بيسحب بنزين خفيف جدا. استهلاك العربيه للبنزين قليل جدا، طول ما الكربراتير بتاع العربيه دي سليم والاسبراتير بتاعها سليم فهتلاقي ان العربيه تمام معاك، ومش هتلاقيها يعني مش هتلاقي في عندك مشكله في سحب البنزين. لو عندك اي حاجه فيهم فيها خلل او فيها مشكله هتلاقي العربيه ممكن تسحب معاك بنزين يعني بنزين بزياده. ولكن في العموم العربيه في كاداء وسط البلد يعني في وسط المدينه عامه تعرف تستهلكها حلو جدا، هتلاقي استهلاكها ما بيعلاش معاك. وبرده على السفر العربيه دي تسافر لو هي عربيه مظبوطه وماشيه بالشعريه مظبوطه هتلاقي العربيه تسافر معاك اي حته. نيجي بقى لنقطه العيوب، وهي ان العربيه دي فيها مشكله مش عارف ليه كده، يعني بيبقى عندها ايه بتسخن كده لا اراديا، يعني لوحدها كده لازم تسخن تمام. لازم تظبط انت الدوره بتاعت التبريد كلها وتتاكد من سلامتها 100%، وبرده ممكن تسخن معاك تاني الله اعلم ليه، انا مش عارف ايه السبب. والمهم وبرده عيب تاني وهي ان الشاسيه بتاع العربيه ضعيف شويه، الشاسيه بتاعها مش ناشف، يعني كان نزل في 127 كان الشاسيه بتاعها انشف شويه من العربيه دي. على العموم يعني دي مش عيوب قاتله، يعني لو انت تعرف ايه تعرف تتعامل معاها. بالنسبه لموضوع السخونيه ليه كذا حل، ولكن لازم تبقى مالي ايدك منه. نيجي بقى بالنسبه لسعر العربيه دي، فسعر العربيه دي يعني متفاوت جدا، ولكن يعني هو انا حاولت احصر لكم كده الدنيا من 15000 ل 45000. بيفرق في ايه؟ بيفرق ان سعر العربيه يعني لو عربيه حالتها تعبانه بقى اللي هي خلاص اصلا العربيه بتتحرك بالعافيه اساسا بيحركوها على ونش وبيسندوها، فدي تلاقيها مثلا من رينج ممكن كمان من 10000 جنيه. فانت عامه عشان تجيب عربيه منها لسه بتقول يا هادي اللي هي يا دوب هتتحرك، فاحنا بنتكلم من اول 15000 جنيه مثلا ل 20000، ده في الموديلات القديمه. عشان تعلى بالموديل شويه ان العربيه زي ما قلنا في منها لحد 2009 او 2008، فهتعلى بقى بالموديل. كل ما تعلى بالموديل هتلاقي الاسعار عماله بتغلى، خاصه ان في اخر موديلات ليها العربيه كانت بتنزل بتكييف وباور ستيرنج، وكمان كان بينزل فيها ازاز كهرباء. فطبعا انت مش هتجيب لي عربيه من سنه 70 ولا من سنه 75 وتقول لي ده انا عايز فيها 45000 جنيه، انت كده انت بتحلم بصراحه. هي الفكره كلها في فكره يعني العربيه السنه بتاعتها او الامكانيات اللي فيها وصلت لفين في الوقت ده، ساعتها ممكن توصل معاك العربيه ل 45000 جنيه مرتاح، لانها عربيه كويسه ومطلوبه. يا جماعه اولا حابب اعرفكم على دكتور علي صاحبي. اهلا بيك. الله يخليك. اولا بقى ايه علي ده عامه دي العربيه اللي هو بيتحرك بيها في كل حته، فانت ايه رايك بقى في العربيه؟ العربيه بقى لها معاك قد ايه اولا؟ العربيه بقى لها معايا
سنه وشهرين تقريبا. وايه رايك بقى في العربيه عامه؟ يعني انت العربيه قعدت معاك سنه وشهرين، ايه رايك فيها؟ والله هي عربيه يعني زي ما تقول كده اعتماديه، ما عرفتكش يعني. قطع الغيار بتاعتها رخيصه. تمام. وبالنسبه للصيانه يعني انت كنت على طول بقى لخطت على عزبه شلبي وموجوده يعني قطع غيارها بالظبط. حاجاتها موجوده الحمد لله، في منها اللي هو الخلع، وفي منه استيراد، وفي منه يعني عند برضه تجار معينين ان هم المحترمين هتلاقي عندهم الحاجات الايطالي والانجليزي والفرنساوي والتركي لسه في يعني موجود. عشان في ناس مقلقه من ناحيه قطع الغيار، بيقول لك عشان عربيه قديمه موجوده. والمهم ان انت تدور على القطع الغيار في الاماكن الصح اكيد، والناس المحترمين موجودين ومعروفين على جروبات الفيسبوك، وصيانتها كده سهله وموجوده. يعني انت لما تدخل الجروبات هتلاقي التجار يعني المحترمين موجودين هناك اكيد. عندك الصيانات يعني فلتر الهواء ب 70 جنيه، فلتر بنزين ب 40 جنيه، تيل بقى الكلام ده 300 جنيه. الحاجات بتاعتها رخيصه وفي تناول الايد. طبعا حاجات العفشه موجوده، الكلام ده كله يعني متوفر وسعره على قد الايد. انت عربيه عامه مريحاك، مش البنزين والحاجات دي كلها استهلاك مش عالي، ولا هو يعني بتشم البنزين، لا استهلاك متوسط، يعني استهلاك عربيه عاديه جدا. مش يعني انت برضو ما تفتكرش ان انت هتجيب العربيه دي وتديها ب 200 جنيه بنزين تقعد معاك. اكيد طبعا. ايوه اللي هو كده اولا حسب ظبطه العربيه زي ما انت قلت لي برضه، قلت لي لازم العربيه تبقى مظبوطه عشان تلاقي اداء العربيه او استهلاكها في البنزين معقول. بالظبط كده. عندك طبعا كعفشه وكحاجات دي العربيه تبقى مريحه معاك، ما فيهاش دبدبه، ما فيش اصوات غريبه. ايوه العربيه سلسه ما شاء الله. احنا على فكره ماشيين العربيه حلو. طبعا ده على حاله العربيه طبعا. اكيد. وانا معاك، عارف انا من زمان احنا قاعدين بنظبط في العربيه. بالظبط. لا العربيه علبه الدركسيون مش تقيله، لا العربيه عاديه. انا كنت لسه برضه عايز اوضح النقطه دي، ان العربيه مش باور وانت واقف الطاره تقيله، بس مع المشي اهي يعني الطاره خفيفه بالنسبه لي، مش تقيله يعني، اللي هو انت عادي تقدر تتحكم فيها. عربيه عاديه جدا، عربيه فيها باور عادي بالظبط وانت ماشي. العربيه برضه وزنها خفيف يعني بالظبط، مش وزنها تقيل زي بالظبط صح في الفيديو. مساحات العربيه مريحه واسعه. طبعا مش هقول لك على الكراسي والكده، لان دي بتختلف من عربيه لعربيه ومن سلوك من جسم لجسم برضه، من واحد لواحد. لا من سلوكي لسلوكي برضه، لان هو السلوك اللي هيعمل لك العربيه غير السلوك اللي عمل لي العربيه. اكيد. فبتفرق في الحاجات دي. العربيه بتاخد بنزين 92، ما بتاخدش بنزين 80 برضه عشان نبقى واضحين. ايوه هي نازله من بلدها بالبنزين ال 92 او ال 90. مظبوط. محدش يعدل فيها عشان العربيه ما تتعبوش. دي نقطه مهمه جدا كنت عايز اوضحها يعني. لكن غير كده العربيه ممتازه. هتهتم بالرادياتير وتكشف عليه، وهتهتم بدوره الميه، اهم حاجه تبقى ايدك فيها من الاخر. بالظبط. هتهتم بالحاجات دي، العربيه مش هتسخن منك طالما انت ظابط الكربوراتير، طالما ظابط الاسبراتير ومظبط العربيه كهرباء وبنزين، هتلاقي العربيه مرتاحه معاك في المشي. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها. العربيه انا ماشي بيها بجد يا جماعه. لا العربيه يعني ما شاء الله، حاله العربيه دكتور علي مهتم بالعربيه دي. الله يخليك. وفي النهايه كده نبقى عرفنا كل حاجه عن فيات 128 او نصر 128 بمعنى ادق. كان معاكم مؤمن الوزير، واتمنى لو حد فيكم معاه اي تجربه مع العربيه دي ايجابيه او سلبيه يسيبها لي تحت في الكومنتس، واكتبوا لي برده ايه العربيه اللي انتوا عايزين نشوفها او نعمل عليها تقرير المره الجايه. وقبل نهايه الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، ولايك وشير للفيديو، او لو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك للفيديو ولايك للبيج بتاعتي. سلام.